إمتى أطلع على المستشفى لو حسيت بألم في الصدر وأشك إن هو ممكن يبقى ذبحة صدرية؟ الكبسولة: دقيقة لصحتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمتى أطلع على المستشفى لو حسيت بألم في الصدر وأشك إن هو ممكن يبقى ذبحة صدرية؟ أولًا لو عندي عوامل الخطورة زي السكر، الضغط، كبر السن أكتر من 55 سنة بالنسبة للرجال أو أكتر من 65 سنة بالنسبة للسيدات، لو كان الألم موجود في منتصف الصدر بس ما تقدرش تشاور عليه بصباع واحد، الألم موجود في جزء كبير من الصدر، ممكن يكون بيسمّع في الرقبة، بيسمّع في الكتاف، لو معاه تعرُّق شديد، لو معاه ميل للقيء، لو إن الألم ده مش بيروح بالمسكنات العادية أو مش بيروح بالأدوية بتاعة المعدة، ساعتها لو جرّبت تاخد حباية الDiNytra ال5 مللي جرام اللي هي القرص اللي تحت اللسان اللي بيتاخد عند اللزوم والوجع ما راحش واستنيت 5 دقايق وخدت حباية تانية وما راحش، واستنيت 5 دقايق تاني وخدت حباية تالتة وما راحش، اطلع بسرعة على أقرب مستشفى أو مركز طبي يكون في خدمة عمل رسم القلب، ولازم طبيب القلب يشوفك لأن دي ممكن تبقى حالة طارئة أو ذبحة صدرية غير مستقرة، ودمتم سالمين. عيادات روح الحياة: رسالة سامية وخدمة راقية.